السلام عليكم. يمكن من اكتر الفيديوهات اللي اتطلبت اللي انا اعملها هو الفيديو ده، اللي هو ازاي اقدر اعمل فلوس او يبقى ليا مصدر دخل ثابت خاص بيا بعيدا عن اهلي في وقت الدراسة بتاعي، واكيد برضو يكون في وقت الفراغ بحيث ما يجيش على الدراسة بتاعتي وبرضو اقدر اعمل دخل خاص بيا. فانا باذن الله في الفيديو ده سواء انت شاب او انت بنت، فانا هقول لك على 3 مصادر للدخل تقدر باذن الله تعمل فلوس بيهم مجزيه جدا، حرفيا تبدا من 15000 جنيه. وهتشوف الكلام ده في الفيديو تقول لي انت بتستخف معانا يا عم. لك اسمع الفيديو للاخر وهتشوف الكلام بتاعي مظبوط ولا لا. بالمناسبه ولا محتاج لابتوب، لا انت محتاج بالموبايل اللي انت بتسمع مني او التابلت، ولا محتاج برضو فلوس عشان تشتري كورسات وبعد ما تشتري الكورسات تقعد تسمع الكورسات وفي الاخر ما تلاقيش شغل. الفيديو ده باذن الله هتخرج منه وعد مني ليك تقدر تلاقي الشغل تشتغل على طول. لان انا هقول لك مثلا تشتغل كذا، يلا خد الشركه اللي تشتغل معايا تكلمهم، حرفيا ده اللي هيحصل باذن الله في الفيديو. لكن زي ما احنا متعودين، خلينا قبل ما نبدا الفيديو تعال نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعايز منك حاجه بسيطه تدعي لي بس. يعني ده كله اللي عايزه منك، انك تدعي لي. عايز تنزل تعمل لايك بحيث باذن الله الفيديو ينتشر وتاخد الاجر وانا اخد الاجر. وانزل اعمل الاشتراك بتاعك تحت بند كده، ولا تنسوا الفضل بينكم. انزل اعمل اشتراك يا صديقي، يلا بينا. الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. تعال نبدا اول بيزنس معانا اللي هي كول سنتر. بالعربي معناها خدمه العملاء. طب يعني ايه خدمه العملاء، او يعني ايه اصلا الكول سنتر؟ انا مش فاهم حاجه واول مره اسمع اسم الوظيفه دي. بص، انت مثلا انا هبسطها لك الى حد ما. دلوقتي رايح تشتري مثلا ايباد، رجعت البيت بتفتح الايباد مش راضي يتفتح، فانت اول حاجه بتيجي في بالك ان تبص على الكرتونه من بره بتلاقي كذا رقم، صح؟ ايوه، بقى بترن على الرقم ده. هل لما بتيجي ترن على الرقم ده صاحب الشركه ذات نفسه هو اللي بيرد عليك، ولا موظفين في الشركه دول بيرد عليك؟ ايوه، موظفين في الشركه بيردوا عليك، هم دول اسمهم الكول سنتر. ما فهمتش؟ هقول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. شفت انت اكيد متخرج من ثانويه عامه، لو كنت تاخد مع مستر محمد صلاح، مستر خالد صقر، تلاقي مثلا كل شهر حد بيرن عليه يقول لك الو ازيك يا دكتور احمد، عامل ايه؟ اخبارك في المذاكره عامل ايه؟ هو ده الكول سنتر. الكول سنتر ده منه كول سنتر عربي، يعني محتاج واحد بيتكلم عربي، مش لازم بقى عربي لغه فصحى خالص، لا تعرف تتكلم عربي كويس وخلاص. والاتجاه التاني اللي هو بيتكلم باللغه الانجليزيه. طب اللغه العربيه اهم حاجه، انا عارفك انك اصلا داخل الفيديو ده عشان تقبض. اللغه العربيه يا صديقي، او لو انت بتتكلم لغه عربيه كويس الى حد ما، مش محتاج تكون متخرج من جامعه يعني اداب لغه عربيه خالص، تتكلم لغه عربيه زينا كده يعني، واكيد بتتكلم لغه عربيه. المهم، بيقبض كام؟ بيقبض تقريبا من 7000 ل 8000 ونص. كول سنتر، لو انت تاخد كول سنتر عربي فانت تقريبا بتقبض في الشهر من 7000 ل 8000 ونص. لو انا بقى كول سنتر انجليزي او انا معايا لغه انجليزيه، بص لو انت بتعرف تعرف عن نفسك تمام كده، يكون معاك مستوى B2. يعني ايه اصلا مستوى B2؟ هقول لك ببساطه لك. انت عندك اللغه الانجليزيه 6 مستويات، وما تسمعش اللي يقول لك اللغه الانجليزيه 17 مستوى، هي 6 مستويات بس: A1 A2 B1 B2 C1 C2. تمام كده؟ روح ابحث على اليوتيوب ازاي اقدر مثلا اكون B2 في اللغه الانجليزيه. سيبك من كون كول سنتر، لا انت كده كده اصلا لازم فيما بعد تتعلم اللغه الانجليزيه. سواء انت مثلا متخرج من طب بشري، متخرج من اي كليه، فانت عشان تشتغل ويبقى معاك وظيفه محترمه لازم يكون معاك لغه انجليزيه. المهم مش ده طريقنا. المهم لو انت معاك B2 في اللغه الانجليزيه او بتتكلم لغه انجليزيه حلو يعني ما بيني وما بينك كده، تمام كده، تقدر تشتغل في الكول سنتر انجليزي، وده مطلوب جدا جدا جدا. طب بمرتب كام؟ بمرتب يتراوح من 11000 جنيه ل 15000 في الشهر. انت متخيل؟ كول سنتر من 11000 ل 15000 جنيه في الشهر. طب هتقول لي انا خلاص انا عرفت الوظيفه، او انا عرفت الكول سنتر عباره عن ايه، موصلك للشركه اللي انت تشتغل معاها زي ما انا وعدتك. اللي انت مثلا معجب، انا خلاص انا هشتغل بالكول سنتر، خلاص انا في نهايه الفيديو هقول لك ازاي باذن الله تتواصل مع الشركه اللي هي عايزاك تشتغل في الكول سنتر معاها. فدي اول وظيفه معانا اللي هي كول سنتر. عايز بس اقول لك ملحوظه. انت مثلا لو دخلت دلوقتي تبحث على الفيسبوك كتبت كول سنتر، هيقول لك مثلا محتاجين كول سنتر كذا كذا في اعلان يعني. اوعى تسمع اي حد يقول لك هات مثلا 200 جنيه جديه عشان نشغلك معاك.
اوعى تدفع ربع جنيه قبل ما تشتغل. مفيش حاجه اسمها انا رايح اصلا اشتغل تقول لي ادفع لي فلوس، يقول لك مش عارف عشان ورق. لا، اوعى تدفع اي فلوس مقابل ان حد يوظفك، ما تخليش حد يعني ينصب عليك. فانا باذن الله هسيب لك برضو، هقول لك تتواصل ازاي مع الشركه اللي هي عايزه كول سنتر في نهايه الفيديو. دي اول حاجه معانا واول وظيفه معانا. تاني بيزنس معانا الا وهو المونتاج والايديت، اللي هو شغل الفريلانسر. هقول لك بكل بساطه من اكتر المهن اللي فيها فلوس هي المهنه دي حرفيا. طب ليه؟ كنت محتاج اعمل صوره معينه زي كده بعد نتيجه الثانويه عامه، كنت محتاج اكرم طلاب وكده اللي كانوا بياخدوا معايا. فانا نزلت بوست على الفيس، قلت انا عايز حد يعمل لي ايديت على الصوره دي. بعت الصوره خلال 10 دقائق بعت لي التعديل عليها، قال لي اتفضل. كام يا عم؟ 200 جنيه. انت متخيل؟ في 10 دقائق خد 200 جنيه. انت حرفيا تقدر تعمل مثلا بتاع 10 صور في اليوم، اللي هو 10 صور في اليوم مش هياخد من وقتك اصلا ساعتين. تمام كده؟ تقدر تعمل في الشهر 60,000 جنيه، يعني 2000 جنيه في اليوم، في الشهر 60,000 جنيه حرفيا. طب فيها فلوس كويسه جدا جدا جدا. طب انا عايز اشتغل في المهنه دي، هقول لك هتقول لي بقى كورسات ومش كورسات وانا معيش فلوس. انا هسيب لك باذن الله على جروب التليجرام، اللينك بتاع جروب التليجرام في الوصف بتاع الفيديو ده. خش على الجروب ده هتلاقيني باذن الله سايب لك لينك الكورس على اليوتيوب. اسمع الكورس ده، مش هياخد منك حرفيا 4 ساعات باذن الله. بعد ما تخلص الفيديو ده تقدر تلاقي شغل عادي جدا. ايوه، في 4 ساعات بقى، لو محتاج فلوس ولا مش عارف، لا، كورس مجاني هتسمعه مره 4 ساعات من وقتك، حرفيا هتستفاد جدا 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 وتقدر تشتغل بيه وتعمل فلوس كويسه جدا يا عم، وانا باذن الله هشتغل معاك. تمام كده؟ تمام. تالت بيزنس معانا اللي هي الماركتينج. يعني ايه الماركتينج؟ اول ما تيجي في ماركتينج اللي هو التسويق، اللي انا بقى اجيب 2 كيلو رز و2 كيلو بتاع واقعد في السوق ابيع، لا، وانت قاعد حرفيا من البيت تقدر تعمل فلوس كويسه جدا من الماركتينج. طب يعني ايه؟ انا مثلا الشركه دي بتطلع مثلا منتج اللي هو مثلا وليكن تليفونات، اكسسوارات، بتاع، عايز ابيع المنتج ده، فهي بتشغل ناس عندها. انت بتروح تعمل ايه بقى؟ بتروح تشتري من الشركه دي، تمام كده، المنتج ده وليكن ب 30 جنيه، تروح انت تبيعه بكام؟ ب 60 جنيه. طب خدمه التوصيل على الشركه. طب مش عارف الفودافون كاش، بتستلم انت الفلوس وتحول لهم ال 30 جنيه وتاخد 30 جنيه وليكن يعني المنتج ب 60 جنيه. فاهمني؟ الصراحه دي كويسه جدا جدا للبنات، وفي حد قريب مني اللي هو اختي يعني شغاله في الموضوع ده، في الاكسسوارات بتاع مكاتب والكلام ده. بس يا دوبك مثلا انت قاعد على الفون جالك مثلا اوردر كذا، خلاص بتكلم مثلا المندوب انك جايلك اوردر محافظه كذا، سلمه الساعه كذا والفلوس بتاعتك اهي. بس ده كل اللي بتعمله حرفيا، تكتب مسج. فانت لو بعت 10 منتجات في اليوم ادي 300 جنيه في اليوم. الدنيا سهله جدا يعني في الحوار الماركتنج ده. ممكن برضو خليها تطلع تشرح لكم الجزئيه بتاع الماركتنج، او اسيب لكم الرقم بتاعها تواصلوا معاها، تواصلوا مع الشركه اللي هي مشغلاها كده، يعني تعملوا جروب دخلي فيه صحابك وصحباتك وتبيعوا مع بعض عادي جدا. تمام كده؟ في وظيفه رابعه اللي هي كتابه مقال. كتابه المقال دي هقول لك من انجح واكتر البيزنس اللي فيه فلوس حرفيا. انا اعرف واحد صاحبي والله العظيم بيعمل حرفيا ما لا يقل عن $500 في الاسبوع، بيكتب بس فانتوا باذن الله لو عايزين نعمل فيديو عن كتابه المقال بالخصوص، هطلع باذن الله اشرح لك على اللابتوب وتعمل ايه خطوه بخطوه، وباذن الله يكون مصدر رزقك فيما بعد يعني. بس عشان مش عايز اطول عليك اكتر من كده، لو استفدت من الفيديو فاش صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانزل اعمل الاشتراك بتاعك، وما تنساش يا صديقي صلي على النبي تاني، والسلام عليكم.